هنعمل النهاردة مع بعض الممبار. هنشوف طريقة تنظيفه والحشوة بتاعته عاملة ازاي وطريقة الحشو بتاعه، وكمان هقولك ازاي يبقى مفلفل كده معاكي، وكمان ايه الحشوة بتاعته تنفع جدا للدايت. كملي معايا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الممبار، وهوريكم طريقة في التنظيف بتاعه جميلة جدا وسهلة جدا وملهاش اي علاقة باللي احنا بنسمعه وبنشوفه بقى والحاجات الكتير التفاصيل الكتير قوي دي. المهم لو انت عندك مسن، اللي هو المسن شبه المسن اللي عند الجزار الطويل قوي ده تقدري تقلبي عليه الممبار بمنتهى السهوله. طب لو انت ما عندكيش تعملي زي ما انا عملت. الاول خالص انا بنضفه من بره كويس جدا عشان لما اقلبه ما ارجعش اقلبه تاني، ومش بقطعه وهو بيتقلب. لو تلاحظي انا هنا بعمل ايه، انا هنا بقلب السجقيه وبدخل فيها الميه وبدخل جواها السجق، والميه هي كده كده اصلا بتزقه وبتخليه ايه يتقلب، فبيتقلب على طول. نيجي بقى في طبق احط فيه خل بس. شايفين انا حطيت قد ايه خل؟ لا وزودت شويه كمان عليهم خل بس وشويه ملح، وهنسيب بقى الممبار فيها حوالي ساعه، نص ساعه لو انت مستعجله عليه، بس ساعه كانت هتبقى جميله جدا. وبعد كده ابدا اقلب فيه كويس جدا وابدا انضفه. طب هنضفه ازاي؟ اجيب بقى هنا اللوحه اللي انا بقطع عليها دي، اللي هي عندي شفافه تمام، عشان كان في ناس افتكرت ان انا كنت شغاله على الرخامه، لا هي القطاعه اللي انا بقطع عليها شفافه. بصي انا عاده عماله اكحت هنا في الممبار، لو تشوفي اللي بيطلع منه. لما جيت هنا مليته ميه عشان اوريكي بعد ما كحت، كانت في حاجات هنا لسه ما اتشالتش لكن بتتشال بالايد. الخل بياكل الطبقه الخارجيه دي، حقيقي بينزلها بسرعه جدا، هو والملح. بس تسيبي الممبار فيهم مده طويله شويه، يعني ساعه مش اقل من كده بجد، ومش اكتر من كده. تمام. هنا انا كنت وريتكم ان هو هنا كان نص تنظيفه، ولو خدتيه تحت الميه قعدتي تنضفيه بايدك كده وتفركي برضه هيتنضف معاكي وبمنتهى السهوله. وعلى فكره انا بكحته بظهر السكينه مش بوشها، الجزء اللي احنا بنقطع بيه ده لا، الجهه التانية بقى. نيجي بقى لايه، للحشوه بتاعته. بحط بصل مفروم وفلفل اخضر او الوان او حامي براحتك، وطماطم مفرومه مش مضروبه في الخلاط، مش عايزاها عصير، عايزاها قطع. وبعد كده احط الحياء بتاعي، ملح وفلفل اسود ومعلقه من البهارات اللي انا نزلت لكم الفيديو بتاعها، ومعلقه من الكمون. ودي الخضره اللي احنا خزناها سوا، جميله جدا وخضره وحلوه. وبعد كده انزل بالرز. لو انت عايزه تعملي الممبار ده كدايت تقدري تقللي كميه الرز وتكتري الخضره او الخضار. نبدا بقى نحشيه، ما نخليهوش مليان. انا هنا كنت قطعته وبدات احشيه. بصي الممبرايه قدامك تحسي انها رفيعه، هو ده المطلوب. انا مش عايزاها تكون مليانه، لان الرز لما بيستوي بيتضاعف حجمه وبينفخ الممبرايه، فانا مش عايزه افضل اعبي فيها واتفاجئ انها فرقعت مني في الحل. لا انا اخليها واخده راحتها كده ومهويه خالص، حتى لو انتي حاسه انها فاضيه مفيش مشكله. واجي بقى في حله، الحله دي انا حطيت فيها مكعبين مرق الدجاج وشويه من التوابل اللي هي فاكرين في فيديو البهارات اللي احنا عملناها اهي، البهارات اللي انا الخشنه اللي انا شلتها في الكيس، هي دي اللي انا هحطها عليها. وهنا انا كنت حطيت مرق الدجاج وبقت شويه ميه من الحشوه بتاعه الممبار، ميه كده بقت فما رضيتش ارميها، حطيتها في الحله. هنا كان استوى خلاص، والله العظيم ما في واحده فيهم فرقعت، وكان مفلفل وكان طعمه جميل جدا. لو انت مش عايزه تقليه تقدري تحطيه في الفرن، لو انت مش عايزه الاثنين وعايزه تاكليه مسلوق يعني انت كده حبيبتي قوي، انا باكله مسلوق عادي جدا. هنا بقى كنت قليته، وفي القليه تراعي انك ما تنشفيهوش، لو نشف منك مش هيبقى حلو خالص. هو يا دوب بس يتلون من هنا ومن هنا وخلاص، وما تستنيوش يتلون قوي يعني. بصي تلاحظي ان انا لما حطيت الشوكه في الممبرايه كانت سهله طريه، كان طعمه جميل جدا. وعلى فكرة انا ما حطيتش فيه زيت خالص. انتي لو بتعملي دايت وعايزة تاكلي الممبار تقدري تزودي زي ما قلتلك كمية الخضار اكتر من الرز. وبعد كده انا ما حطيتش زيت خالص، طعمه جميل جدا وكان مفلفل جدا جدا وكان تحفة.
وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب ابقى خفيفة عليكم وتكونوا استفدتوا، وياريت لما تجربوه تبعتوا تقولولي. وما تنسينيش في الاعجاب والمتابعة، ولو انت على الفيسبوك تنسينيش في المشاركة والتعليقات، ولو انت على اليوتيوب ما تنسينيش في السبسكرايب. وباي باي.